مؤخرا بقيت متابع جيد للسينما والدراما الخليجية، ومن متابعتي اكتشفت حاجة مهمة جدا: المرأة في السينما والدراما الخليجية ليها حضور قوي، خصوصا في الأعمال الحديثة نسبيا. الموضوع مش مقتصر على الممثلات بس، الموضوع أوسع وأشمل من كده. في أفلام ومسلسلات خليجية صناعها سواء كتاب أو مخرجين من الجنس اللطيف، والشيء اللي كان مفاجئ ليا إن الأعمال دي أغلبها قوي وواخد جوائز واتعرض في مهرجانات عالمية، وده بسبب المواضيع الحساسة والمهمة للأفلام والمسلسلات دي بتناقشها. والنهاردة قررت أكلمكم عن 2 من الأفلام الخليجية اللي صناعها من النساء. فيلم المرشحة المثالية من إنتاج سنة 2019، والفيلم ده بقى نسائي بامتياز، سواء دور البطولة للممثلة السعودية ميلا الزهراني أو حتى صانعة الفيلم السعودية هيفاء المنصور اللي تبقى مخرجة الفيلم ومشاركة في تأليفه. أما الفيلم الثاني فهو سيدة البحر، واللي برضه من إنتاج سنة 2019. بحس السنة دي كانت اون فاير في السينما السعودية. فيلم سيدة البحر من تأليف وإخراج المبدعة السعودية شهد الأمين، اللي أفلامها معروفة إنها أفلام مهرجانات بتناقش قضايا هامة بتتمحور حوالين المرأة والقضايا الحساسة في المجتمع السعودي والخليجي بشكل عام. النهارده هنتكلم عن الفيلم ده لأنه واحد من أهم أفلامها، ولكن شهد الأمين ليها أعمال تانية مميزة زي فيلم هجرة اللي هنتكلم عنه ولكن في فيديو تاني منفصل. أما دلوقتي فيلا بينا نشوف أفلام النهارده بتقول إيه. بس الأول أعرفكم بنفسي، أنا يوسف مجدي. أتمنى تعملوا لايك للحلقة وشير وتكتبوا كومنت تعرفوني فيه رأيكم، ولو دي أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا على فيديو النهارده. الفيلم الأول معانا هو فيلم المرشحة المثالية. في بداية كلامي عن فيلم المرشحة المثالية حابب أشيد بأداء الممثلة السعودية ميلا الزهراني اللي لعبت دور البطولة. من فترة كنت عملت فيديو عن بعض المسلسلات الخليجية واتكلمت عن مسلسل قلم رصاص اللي برضه من بطولة ميلا الزهراني، وعلى الرغم ان المسلسل كان فيه مشاكل كتير لكن أدائها كان مميز. ممثلة متمكنة وبتقدر تعيش جوه الشخصية، وبصراحة متحمس أتفرج ليها على أعمال أكتر. ودلوقتي ندخل على الفيلم. الفيلم بيبدأ بمشهد عبقري. بنشوف في المشهد ده بطلة الفيلم الدكتورة مريم وهي راكبة عربيتها وبتسوق بنفسها. لو ما تعرفش فالمرأة السعودية كانت ممنوعة من قيادة السيارات، لكن في 2018 تم إصدار قرار تاريخي بيسمح للمرأة بقيادة السيارات. القرار اللي كان بيعبر عن إن الدولة السعودية خدت خطوات جادة في اتجاه تقليل القيود على المرأة، والمشهد كان مهم إننا نبدأ بيه. وكأن مخرجة الفيلم عايزة تقول إن النظام بدأ يتغير، ولكن هل المشكلة في النظام ولا العادات والتقاليد اللي بتحبس المرأة؟ أنا مش هتكلم عن تلخيص الفيلم، بس حبيت أوضح الرمزية دي في البداية لأنها مهمة. أما الفيلم بشكل عام فكان بيتكلم عن الدكتورة مريم اللي بنعرف إنها بتعاني من مشاكل كتير بسبب المجتمع اللي هي فيه، ولكن أكبر المشاكل دي هي الرفض. مريم كانت مرفوضة في كل مكان، كانت بتشتغل طبيبة في عيادة حكومية في قريتها البسيطة، وبما إن القرية بسيطة فبتبعية المرضى اللي هيجوا يتعالجوا هيكونوا هم كمان ناس بسيطة وعقليتهم رجعية أو خلينا نقول قديمة. فبالتالي بنشوف معاناة مريم اللي على الرغم من شطارتها إلا إنها مرفوضة، والسبب إنها بنت. مفيش سبب تاني. في مرضى بيرفضوا تعالجهم لأنهم مش عايزين بنت تلمسهم، لدرجة انهم ممكن يقبلوا ان ممرض يعالجهم مش طبيب، ولكن المهم يكون راجل. مريم ما كانتش بتعاني من الرفض في شغلها بس، لا، مريم بتعاني من الرفض وسط عيلتها كمان. عيلة مريم يا سيدي مكونة من ابوها اللي بيشتغل مطرب واخواتها الاتنين البنات واللي بيشتغلوا في تنظيم الحفلات والافراح. بنعرف ان عيلة مريم كلها بتعاني من الرفض المجتمعي، وده بسبب مهنة ابو مريم وام مريم اللي ماتت من فترة. الرفض المجتمعي لمهنة الغنى مش بس اثر على ابو مريم وعلى سمعة امها، ولكن اثر على سمعة مريم واخواتها. ما بقاش في حد عايز يتقدم لهم، وقطر الجواز بيعدي من قدام عينهم ببطء، والعمر بيجري ومش عارفين هيوصلوا لفين بسبب حاجة مش بإيدهم ولا ليهم دخل فيها. ورغم ان عيلة مريم بتعاني من الرفض، ولكن بنشوف ان كلهم بيرفضوا مريم وافعالها. تخيل تكون مرفوض وسط عيلتك الصغيرة اللي كلهم اصلا مرفوضين من المجتمع. طب السؤال، ايه سبب الرفض اللي بتعاني منه مريم؟ بكل بساطة مريم بتعاني من الرفض لان عندها طموح وامال كبيرة وسط مجتمع ممنوع فيه ان المرأة تحاول ترتقي. المرأة مكانها البيت، تربية الاطفال، المطبخ، اكتر من كده مش مسموح. بنشوف ان على مدار الفيلم بتحاول تحارب الرفض ده، بتقرر تثور، بتشوف ان قدراتها اكبر من القرية اللي اتحبست فيها، وعشان كده بقرر تسافر دبي تحضر مؤتمر طبي، وفي المؤتمر ترشح نفسها للشغل في واحدة من المستشفيات الضخمة اللي هتتفتح في الرياض، ولكن بسبب مشاكل في الورق مش بتقدر تسافر. المشاكل بتتلخص في حاجة واحدة بس: ابو مريم نسي يجدد لها جواز السفر اللي لازم يجدده كل فترة لانه مسؤول عن مريم، وتجديده للجواز بيعلن
انها تقدر تسافر لوحدها من غير محرم، ولكن لو الجواز ما تجددش فممنوع عليها السفر. بيبان في الموقف البسيط ده لمحة عن حياة المرأة السعودية اللي بتعاني من البيروقراطية اللي بتخليها رغم انها دكتورة وراشدة ما تقدرش تسافر الا لما الذكر المسؤول عنها يوافق، وكأن المرأة ما تقدرش تقرر لنفسها حاجة بسيطة زي السفر. بس على الرغم من كل ده مريم مش بتيأس، بتشوف ان فرصة السفر وتعيين في مستشفى الرياض راحت عليها، فبتقرر تستمر في قريتها البسيطة، ولكنها بتكون مش راضية عن الأوضاع فبتقرر تغيرها بنفسها. بترشح نفسها لمنصب نائبة في البلدية المحلية عشان تكون مسؤولة عن تطوير قريتها. القانون سمح لمريم تترشح، ولكن المجتمع بيكون ليه رأي تاني. بنشوف ان كل الناس مش بياخدوا مريم على محمل الجد، حتى اخواتها بيكونوا من اكتر الناس اللي بتحبطها، وكأن العقلية سيطرت عليهم زيهم زي باقي اهل قرية. صحيح لا عدو للمرأة الا المرأة، بس مريم مش بتلتفت لكل ده وبتقرر تكمل في طريقها. بيكون هدف مريم من الترشيح للبلدية بسيط جدا، تصلح الطريق اللي بيودي على العيادة اللي شغالة فيها، وده مش بسبب انها عايزة السكة تبقى سهلة عليها، لا مريم مش أنانية، ولكن هي عايزة طريق يتصلح عشان وصول المرضى للعيادة يكون اسهل. الفيلم مش بيقول لنا ان مريم تفكيرها محدود لدرجة انها تترشح لمنصب زي ده عشان بس تصلح طريق، ولكن الفيلم عايز يقول لنا ان التغيير مش لازم يكون كبير، ممكن تغييرك لحاجة صغيرة يكون سبب في تغيير اكبر بعد كده. اثر الفراشة يعني مريم بتتحدى الجميع وبتعمل كل حاجة عشان تفوز، بتتمرد على تقاليد، بتعمل مؤتمرات، بتقف تتكلم مع الستات والرجالة على حد سواء عن مشروعها الانتخابي، فبتتقابل بموجة من السخرية وتنمر خصوصا من الرجالة اللي مش شايفين ان ينفع واحدة تكون مسؤولة عنهم، لدرجة انهم بيرفضوا يسمعوها. ولكن مريم بتعلي صوتها، بتطلع على التلفزيون تتكلم عن مشروعها الانتخابي، وفي النهاية للأسف بتفشل في الانتخابات، ولكن بتكسب حاجات أهم زي ان الطريق اللي بيودي للعيادة بيتصلح. تغيير البسيط مريم قدرت تبدأه، وده اللي بيشجعها انها تكمل بعدين، يمكن تترشح تاني وتغيير وقتها يكون اكبر. بنشوف ان مريم في نهاية الفيلم بتاخد التقدير اللي تستحقه لأول مرة. واحد من المرضى اللي كانوا رافضينها في بداية الفيلم بيعرفها في النهاية انه صوت لها لانها تستحق، بيتأسف لها عن رفضه، ودي هي رسالة الفيلم لكل امرأة سواء سعودية او خليجية او حتى عربية. مهما كنتي بتعاني من الرفض استمري، ما تخليش حاجة توقفك مكانك، وفي النهاية اكيد هتوصلي، اكيد هتغيري نظرة المجتمع، مفيش حاجة تفضل على حالها ابدا. ومريم في الفيلم اكبر دليل. الفيلم يا جماعة عبقري بمعنى كلمة، بمنتهى السهولة قدر يتكلم عن كتير من المشاكل اللي بتقابل المرأة السعودية في المجتمع، ومن اهم المشاكل دي الرفض اللي الفيلم عرضه لينا بصور مختلفة وبطبقات مختلفة، وورانا كمان الطريقة الامثل للوقوف في وش الرفض ده وهو الاستمرار. الفيلم فنيا قوي سواء من ناحية الكتابة اللي كانت متماسكة او الاخراج اللي كان اكتر من رائع او حتى الموسيقى اللي كانت ممتعة، ده غير الاغاني اللي كانت بتشتغل على مدار الفيلم في مواقف مختلفة، كانت اغاني جميلة وتخدم الفيلم مش محطوطة بشكل عشوائي، لدرجة انك ممكن تشوف مشهد ويجي بعده اغنية والاغنية دي بيكون فيها رد مباشر على حاجة اتقالت في المشهد اللي قبله. الفيلم كان عنده فكرة قوية قدمها بشكل مباشر وبسيط وبدون فلسفة ملهاش لازمة، وده اللي خلى الفيلم عبقري ويوصل لكل متفرج حتى لو جاي من ثقافة وخلفية مختلفة عن المجتمع السعودي، هيقدر برضه يحس بمعنى الفيلم والمعاناة اللي بيعرضها من خلال شخصية مريم اللي بتعبر عن المرأة في المجتمع السعودي كله. من الآخر فيلم جميل جدا، أنصحكم تتفرجوا عليه ومش هتندموا أبدا. ودلوقتي ندخل على الفيلم تاني، سيدة البحر للرائعة شهد الأمين. الفيلم بينتمي لأدب المدينة الفاسدة، بيحكي عن جزيرة خيالية وسط البحر المالح، الزمان مش معروف، الجزيرة مش بيعيش عليها إلا البشر، مصدر رزقهم الوحيد السمك اللي بيصطادوه من البحر، وهنا تكمن المشكلة. البحر بتعيش فيه كائنات غريبة اسمها سيدة البحر. سيدة البحر عندها شرط واحد عشان تسمح ليهم يصطادوا، كل عائلة يضحوا ببنت من بناتهم لسيدة البحر، وفي الوقت ده نتعرف على واحد من أهل قرية بيخلف بنته وبيسميها حياة، اسم عكس كل حاجة في المكان ده، بيروح يضحي بحياة عادي زي أي حد ما بيعمل، وبيشوف سيدة البحر وهي بتمسك رجلها، لكن على آخر لحظة بيفوق وبيقرر يكسر العادات والتقاليد ويتمرد على النظام، وبيسحب حياة بره البحر وبيقرر يخليها تعيش. في اللحظة دي بتتحول حياة لكابوس كبير، رزق أهل قرية بيقل وكل بيشوفوا إنها مصدر اللعنة، كل بيطالبوا حياة تتخلى عن حياتها عشان هم يعيشوا، ولكن حياة بتقرر تناضل وترفض الاستسلام لدرجة إنها تقضي على سيدة البحر، وفي النهاية بتقرر تهرب بعد ما رجعت السلام للجزيرة وأهلها. دي كانت قصة الفيلم السطحية، ولكن الفيلم ليه معنى فلسفي وعميق. في البداية لازم تعرف إن الفيلم إنتاج سعودي إماراتي عراقي مشترك، وحتى الكاست من دول مختلفة، ولكن صانعة العمل هي السعودية شهد الأمين، فنقدر نعتبر العمل ده سعودي بامتياز. شهد قررت تستخدم الرمزيات من أول تصوير الفيلم بالأبيض والأسود كتعبير مباشر عن الحياة الجافة قاسية اللي بتعيشها حياة. الفيلم قرر يستخدم الرمزيات كمان في الأسماء، وأكبر مثال اسم البطلة حياة اللي اسمها عكس حالها تماما، كل الناس شايفين إنها الموت بعينه، كل الناس شايفين
شايفين انها مصدر لعنة، محدش شايفها حياة الا حياة نفسها اللي بتقرر تتمسك بانها تعيش لاخر لحظة، والمفاجأة انها بتعيش. الفيلم مش بيظهر اهل قرية اشرار، بل الفيلم بيوريك ان كل الناس دي مظلومة، ولكن الظلم درجات. في رجالة مقهورة مش هيقدروا ياكلوا عيالهم فبيقرروا يضحوا بالحلقة الاضعف وهم عيالهم نفسهم. محدش كان مبسوط بحاجة زي دي بس مضطرين، وده اسقاط مباشر على المجتمع العربي. كل مقهورين ولكن في درجات ورتب في القهر. الرجالة مقهورين ومظلومين لكنهم اقوى من النساء وعشان كده بيستقوا عليهم. الفيلم بيظهر لنا كمان جانب بشع من النساء نفسهم. كل نساء قرية وضعهم ما يختلفش عن حياة، يا اما كانت حياتهم مهددة يوما ما او حياتهم هتكون مهددة في المستقبل، ومع ذلك بيستقوا على حياة لانها اضعف منهم. عارف الموضوع ده فكرني بايه؟ من قريب في حادثة طلعت ترند لما سيدة ضربت مرات ابنها قدام الناس، وبعد كده عرفنا انها دايما كانت بتضربها، لكن الحادثة دي بس اللي اتصورت. فكرك الست اللي اعتدت على مرات ابنها مش مقهورة؟ اعتقد انها غالبا عاشت حياة اقصى من البنت اللي ضربتها، ولكن قانون الغابة هي اضعف فهطلع غل فيها. الفيلم ظهر فيه شخصية مهمة، ابو حياة، الشخص الوحيد المختلف وسط المجتمع، الشخص اللي قرر يثور على العادات والتقاليد ويقول مش هضحي ببنتي، ده جنان، وكان مصيره تهميش زي اي شخص في مجتمعنا بيقرر يقف في صف المستضعف. غالبا حياته بتبقى اسوأ من الشخص اللي قرر يساعده، والسبب انه قرر يساعده، وده اللي حصل مع ابو حياة في الفيلم. واخيرا بقى كان في شخصية قائد قرية، شخصيته كانت عميقة وفيها طبقات. الراجل ما كانش بيكره حياة ولكن كان مصر انها تتقتل، ولما ترجع في الماضي بتعرف انه قتل بنته بايده مع انه ما كانش عايز يعمل كده، بس ما كانش عنده شجاعة ابو حياة، وعشان كده بتتولد جواه طاقة غل وحقد اتجاه حياة وابوها، وكل هدفه ان حياة تموت عملا بمبدأ هي مش احسن من بنتي. الشخصية دي موجودة بقوة في مجتمعنا العربي، بنشوف الواحد من دول ممكن يعمل اي حاجة عشان يأذي زميل ليه بدون سبب واضح، او نقدر نقول السبب اننا نشبه بعض، فليه ظروفك تبقى احسن مني؟ الموضوع ده راجع للمجتمع اللي بنعيش فيه اللي بيخلينا كلنا في مقارنة وسباق، والضغط ده ممكن يحول افضل الرجال لشخصية سيئة زي قائد قرية. الفيلم كله كان اسقاطات وفي اكتر من دي، بس دي الحاجات اللي علقت معايا. ولكن لو عايز تفهم الفيلم بشكل كامل تقدر تعتبره صرخة للمرأة العربية ضد كل اللي بيحصل فيها. انا عارف ان الفيلم صناعة سعودية، ولكن المبدعة شهد الامين قررت تخلي المكان والزمان مجهولين، وكأنها بتقول الفيلم مش مرتبط بالمرأة في مكان معين، لا، اللي عاشته حياة بتعيشه كل مرأة عربية. الفيلم بمثابة اعتذار للمرأة العربية عن كل اللي بتمر بيه. انا سعيد اني شفت الفيلم ده واكيد هشوفه تاني، وممكن تلاقوني عامل فيديو تاني عن الفيلم ده بس من كتر ما هو جميل. هنا بيخلص فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم، ولحد ما نتقابل في فيديو جديد ما تنسوش اللايك والشير وكومنت تعرفوني رايكم، ولو انت جديد في القناه ما تنساش تدعمني باشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم يوسف مجدي، وسلام عليكم.